هاد المرة 3 أيام وحنا خارجين باش نشوفوا الصحراء المغربية وماشي في مرزوقة. بدينا محميد الغزلان، أمرنا الماء، الغازوال، الماكلة ومشينا بتنا في الخرجة د المدينة. شوفوا فين بتنا البارح. فشينا الرويض وانطلقنا، قطعنا والدرعة، لقينا عامر بكتبان رملية صغيرة ولكن مزيانين باش يلا نيت نتعلموا فيهم، حيت هذه أول مرة نسوقوا في الرملة. من بعد غير 5 كيلومتر تقريبا خرجنا في الخلا والقفار. ناري الرحمة ديال ربي، وأخيرا لقينا شجرة وسط لا شيء. هانتوما شوفوا، حطينا تحت منها الطوموبيل باش ناكلوا شي حاجة حيت ما فطرناش كاع. فطرنا وكملنا الأول محطة واللي هي الواحة المقدسة، والحمد لله عندنا زهر لقينا السي عمر استقبلنا. الواحة المقدسة كنسموها حنا كصحاب المنطقة أم العرب. بعد ما كيباسوا جميع الرحال ديال اللي كيجيو من الجزائر، ديك الساعة ما كان لا حدود لا والو، كلشي غادي جاي. كانت هذه هي المنطقة الوحيدة اللي فيها واحد الماء والتمر كيلقاو فيها، ويقدر القوافل الاولين يقدر يخلي فيها السلعه ديالو اللي شرا في الطريق بين مالي والمغرب، خليها هنا وهو مكمل لمراكش ولا مكمل حتى لشي منطقه اخرى حتى يرجع لها وكيلقاها بلاصتها. كاين الحمار اختي شحال عطيكم في الطوموبيل دابا؟ 55 طوموبيل 55 راه هي اللي كاينه. كما سمعتوا ما قال لنا عقلنا نجيو لهنايا غير في شهر 7 في عز الصيف و54 درجة حرارة. ارتاحينا وسينا حتى لمور العصر باش عاد كملنا الطريق حتى لعند الصحراء، وبالضبط العرق شكاكا، الكتبان رملية، الدنيا خاوية والهدوء. لقينا بليصه وسط الرمله ومسطحه باش نباتوا فيها. في النهار الثالث قطعنا عرش كاكا كامله حتى وصلنا لبحيره إريقي، بحيره كبيره ولكن ناشفه كامله. وهنا ضروري ما يكون عندك بعد نظر وتبقى منيش على الوجهه ديالك، الا سهيتي تصدق خارج عند جيراننا. وختمناها بممر كبرى، ممر جبلي معروف بالشكل ديالو اللي كيشبه الافعى الكبرى، ومنه خرجنا اخيرا للطريق الرئيسيه ورجعنا للحضاره. ايوا واش سبق لك زرتي هذه المنطقه؟